سلامتك يا أميرة. شكلك سخنة خالص يا حبيبتي. ولا يهمك، أنا عايزك النهاردة ترتاحي خالص وأنا هعمل كل حاجة. الحرارة وصلت ل40 يا أميرة. أنا لازم أعملك كمادات مية باردة حالا. تعبتك معايا يا أحمد، الشغل والبيت ومسؤولية عليك. كان نفسي أكون أقوى من كده. أقوى إيه بس يا ست الكل؟ ده أنت اللي شايلة البيت كله فوق راسك. أنا أطول أعمل ربع اللي أنت بتعمليه. ده يومك بيبدأ من قبل ما الشمس تطلع. يا روحي يا أحمد، طيب والشوربة؟ أكيد المطبخ غرقته مية. أنا عارفاك بتلخبط الدنيا لما بتحاول تساعد. بصي، هو المطبخ دلوقتي منطقة كوارث، بس الشوربة طعمها زي العسل، زي إيدك بالظبط. أنا واثقة إن هي هتطلع طعمها حلوة. أنت ما بتعملش حاجة وحشة. وبعدين أنت هتاكل إيه يا أحمد؟ أنت ما بتحبش شوربة الخضار؟ عادي يا ستي، أكلها معاكي وهو نفتح نفس بعض. يلا بقى قوملنا بالسلامة. تتدلعي ولا ايه؟ اشربي بس اليانسون بالليمون دوت، هيرم العظم ويخليكي زي الفل. انا عايزك تخلصيها كلها علشان تقومي ليا بالسلامة. تسلم إيدك. وجودك جنبي هدى الحرارة عني أكتر من الكمادات. يا أميرة، يا أميرة، سمع صوت كركبة في المطبخ. خير، حد تعبان؟ انتي بتعملي ايه هنا؟ استر يا رب. هو انت ده يا أستاذ أحمد؟ أمال أميرة فين؟ أنا مش شايفاها النهاردة. اهلا يا ست فيفي. اميرة عندها دور برد جديد شوية، قلت اقوم اعمل الواجب واعمل لها شوية شوربة خضار عشان يرموا عظمها. ألف سلامة. طيب يا أستاذ أحمد، ابعت لها سلامي وقول لها فيفي هتجيلك آخر النهار علشان تطمن عليك. مستنيينك يا ست فيفي، تنوري في اي وقت. بصي بقى يا ستي، الشيف احمد دخل المطبخ وطلع لك باحلى شوربة خضار في التاريخ. جربيها وقولي لي رايك، اصلك لو قلت لي وحشه هزعل بجد. طب والله طعمها ممتاز. تسلم ايدك يا بطل. مش عارفة بجد كنت هعمل ايه من غيرك يا احمد. شكرا بجد. انت بتقولي ايه يا اميره؟ دي اقل حاجه ممكن اعملها لك. احنا سند بعض في الدنيا ديت، وانا ما عنديش اغلى منك. خدي بقى حبايه الريفو ديت عشان تضيع لك الصداع وتنامي براحتك من غير ما حاجه تقلقك.